السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة شيف محمد. اليوم غادي نشارك معكم وصفة هاد الكراتا في الفور. وصفة سهلة سريعة وبزاف بنينة بمكونات اقتصادية وغير بالنسبة صدر دجاج. راح تحضروا هذا الطبق، طبق عائلي ويجيكم بزاف بنين ويجيكم مشمخ، ما يجيش كامل ناشف كما راه موضح في الفيديو. نبداو على بركة الله. هنا في مقلة اللي كنا درنا فيها كمية من الزيت والزبدة، نفرغوا فيها البصل تاعنا اللي كنا قطعناه الى مكعبات صغار، ونبقاو نقليو فيه هكذا بهذا الشكل. قليو البصل تاعكم جيدا ونجيو نضيفوا له شرائح من الشامبينيون اللي تكون اختياريه، تقدروا تعوضوه بالزيتون وتقدروا تستغناو عليه. وهنا نجيبوا نصف صدر من الدجاج اللي كنت رحيته في الاشوار، ونبداو نقليو فيه هكذا بهذا الشكل مع تحريك المستمر غير بالملعقه هكذا بالعقل حتى يبيض معنا ويبدا يدخلوا طيب. نجو نضيفوا له توابل اللي فيها الفلفل الاسود وتوابل الدجاج وشويه تاع الملح، هذا ما كان. ونكملوا نحركوا كامل المكونات تاعنا وندخلوا كامل التوابل حتى يجانسونا كامل هكذا بهذا الشكل. وحنا نقليو على النار اللي تكون هادئه، ونجو نضيفوا له ملعقه صغيره من الموتارد اللي راح يزيد لنا بنه للدجاج تاعنا. وهنا نجيبوا كميه من المعدنوس اللي قطعتها ايضا شرائح صغيره بهذا الشكل، ونكملوا نقليو كامل المكونات تاعنا جيدا على النار اللي تكون هادئه، ونخلوهم هكا فوق النار مع التحريك المستمر حتى يتقلاو كامل وياخذوا لنا هذا الاحمرار كما راه موضح في الفيديو. شوفوا الدجاج تاعكم بدا يحمر ياخذ لنا اللون الذهبي. هنا كنت جبت كميه من لابوري، كنت جبت بطاطا كنت غليتها في الماء، كنت ضفت لها كميه من الفلفل الاسود، وكي طابت البطاطا رحيتها بالميكسور وضفت لها ملعقه كبيره من الزبده وملعقه من الفرماج وجبتها نستعملها في الوصفه تاعنا. هنا نجيبو لابوري تاعنا نضيفو لها الحشو اللي كنا سبق ووجدناه مع حبة من البيض كاملة مع ملعقة كبيرة من الفرماج اللي يكون اختياري تقدروا تستغناو عليه، المهم لكن راح يعطيكم بنة عظيمة للحشو تاعكم هكذا بهذا الشكل. ونخلطوا كامل المكونات تاعنا حتى يتجانسونا بهذه الطريقة هكذا، ونخلوهم على جيه. ونجيبوا المول تاعنا، استعملوا اي مول يكون متوفر عندكم. انا جبت هذا المول كنت دهنته بكميه من الزبده لكامل الجوانب تاعو وفرغت الحشو تاعي كامل، ونسويو السطح تاعو غير بلا سباتول بهذاك الشكل. وكنت خليت كميه من الدجاج اللي راح نزين بها هكا بهذا الشكل، ديروا على سطح الكراتا تاعنا ونضيفوا له كميه من الجبن المبشور بهذا الشكل. ونروحوا ندخلوا الكراتا تاعنا للفرن على 180 درجة كي تشوفوه طاب معاكم وحمر مع الجوانب، ونشعلوا عليه من الفوق. كي تشوفوا الفرماج تاعكم ذاب وبدا ياخذ لكم في هذه التحميره شابه، طفوا عليه وقدموهم. وللتقديم يبقى اختياري، انا قدمته غير في صحن بهذه الطريقه، كنت قسمته الى مكعب ودرته في الصحن. وهنا يكون الكراتا تاعنا واجد. وصفه سهله سريعه وبزاف بنينه وما تاخذش منكم وقت، يا ربي نص ساعه وانتم وجدتوها. وهنا نكون وصلنا لافان تاع لا فيديو. اذا عجبتكم الوصفه ما تنسوش الضغط على زر اللايك والاشتراك بالقناه وتفعيل زر الجرس، وتخلوا لي كومنتير على الوصفات اللي راني نشارككم فيهم، وتابعوني لكامل مواقع التواصل الاجتماعي اللي راح نخلي لكم الرابط كامل في صندوق الوصف. فضلا وليس امرا ما تنسوش تبارطاجوا هذه الوصفه مع اصحابكم والعائله كامل.